السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل مشاهديني؟ ازيكم حبايبي؟ الوقت انا جايبه لكم فيديو جديد. طلعت اشوف الزغلول اللي فوق عند الحمام، عشان بقى طبعا ايه بنحوش لايه لرمضان. فانا حبيت اوريكم، والحمد لله ربنا كرمني بعد ما صورت معاكم الفيديو اللي هو بتاع الحمام. والله ربنا كرمنا، اول مرة ربنا يكرمني فيهم، اول مرة يكرمني فيهم. وشكوا حلو عليا، وربنا يسعدكم يا رب، ويجعل القناه وشها حلو عليا وانتوا وشكوا حلو عليا يا رب، يسعدكم يا رب. وانا بصراحه متشكره يا حبايبي على كل متابعيني. الف الف مليون شكر لكل متابعيني وكل مشاهديني. الوقت يا حبايبي انا حبيت اوريكم بعد ما صورت معاكم الحمام، ربنا والله كرمنا اهو. فحبيت اوريكم عشان انا هذبحهم بقى لايه لرمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين بقى الوقت على رمضان. اللي عنده بط هيذبحه، واللي عنده حمام بقى يحوشه رمضان. وربنا يا رب يوسعها على الجميع يا رب، يا رب يوسعها على الجميع يا رب، ويرزقكم برزقه. فانا حبيت اوريكم اهوت، وخليكم معايا عشان انا هذبحه واوريكم انا بذبحه ازاي، عشان كنت الاول ما بعرفش بتنضف ازاي. فالوقت انا هوريكم ازاي قبل ما ما ننضفه، ان احنا ننضف معدته. خليكم معايا يا حبايبي. بص يا حبايبي، كمان الورد جاي. بص الزرع عامل ازاي معايا اللي هو على السطح. ما شاء الله الزرع اللي انا زرعه يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما ذبحته اهو، بس شطفته بعد ما ذبحته اهو. شطفته لسه ما حطيتش ميه سخنه فيه لسه. ليه بقى؟ عشان لسه هطلع معدته من جوه قبل ما انضفه. لازم يا جماعه بساعد اهو، عشان بيقرف الواحد لما بيبقى بعد ما تنضفيه ميه سخنه ممكن يتقطع منك. هنا مش هيتقطع. تعملي ايه بقى اهو يا حبايبي؟ نضفي وبتشيلي الامعاء اهي. انا كنت الاول زمان، كنت الاول ما بعرفش اعمله. انا انضفه الاول، بعد كده اروح شايله الامعاء بتاعته دي اهي. بروح شايلها يا حبايبي كده بالنظام ده. وبعد كده اهو نضف كل اللي في معدته اهو. وبتعملي ايه بقى؟ كده كده اهو اهو كده. حبايبي اللي لسه ما يعرفوش الحاجات دي اهو بس كده اهو. تيجي بقى تنضفي ما يتقطعش منك بقى ولا اي حاجه، وتيجي تحشيه تلاقيه سليم اهو. انا وريت لكم بالنظام ده. المعده طبعا شلتها، اللي هي القلب اللي جوه بتاع الاكل، حصى اللي اسمها حصاله ولا بقول عليها اهي بالنظام ده اهي يا حبايبي اهي. اللي بتاعت المعده بتاعت الاكل اهي تطلع بحالها كده قبل ما تنضفيه وقبل ما تحط له ميه سخنه اهي كده. وبتروح بقى عامله كده، مدخله صوابعك بين الجلد واللحم اهو، عشان لما تيجي تحشيه يبقى محشي من تحت الجلد اهو يا حبايبي اهو. بصوا اهو كده باين اهي. بتحشي بقى انت طبعا بتبقى كده وبتحشيه اهي. شوفوا ايديا تحت الجلد اهي. حبيت اوريهولكم. خليكم بقى معايا اما انضفه وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي انا نضفته كله وطلعت الجلد اهوت بنفس النظام ده. فبحط ميه سخنه كده عليها اهو. بصوا يا حبايبي كده انا بغطسه في ميه سخنه اهو بالنظام ده اهو كده. بس كده اهو، ما بخلوش في ميه سخنه كتير عشان ما الجلد بتاعه ما يتقطعش اهو يا حبايبي. بروح بقى قبل اهي اروح حاطه كده وانضف بقى اهو يا حبايبي بالنظام ده اهو. شفتوا اهو؟ من احط ايدي في الميه ومن بقى كده اهو يا حبايبي. انا خدته خطوه خطوه اهوت عشان تعرفوا. شوفوا اهو بتملط بسرعه اهو. بروح بقى انا شاطفه كده اهي بسرعه اهي. اسهل حاجه لتنظيفه. فانا حبيت اوريهولكم اللي طبعا اللي لسه ما يعرفش
واللي عارف ربنا يصلح حاله ويعلم ايه اللي مش عارف. اهو يا حبايبي، خليكم معايا بقى، هنضفه وارجع لكم. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما نضفت الحمام اهو. بعد ما نضفت طبعا انا خدته خطوه خطوه عشان اوريه لكم، عشان اللي ما يعرفش ينضفه ينضفه. طبعا انا مجهزاه ده رمضان، انا مربيه عندي وزي ما اوريكم، فانا حبيت اوريه لكم. طبعا في بنات ما تعرفش تنضيفه ايه، وحتى يوجد من عند الفرارجي، يعني واحده الحاجه جابت جوزها جابت جوز ولا حاجه لها يا وجوزها ما بتعرفش تنضيفه. فيا حبيبه قلبي بصي، الحته دي بتتقطع، الحته دي بتتقطع، والجناحه دي من هنا كده، لان في ناس بتسيبها بتبقى زفره، تلاقي حمامه زفره. اهي يا حبيبتي، عاوزه تقطعي دي بقى انت بنفسك اقطعيها، عايزه تخليها براحتك انت وراحتك. اهي بالنظام ده يا حبايبي. وطبعا بتروحي بقى ايه اهو كله اهو، بصي واقفه على الحشوه، وريتلكوا لان انا وراكم المعلومه دي، انا وراكم المعلومه دي وانا بعمله اهو يا حبايبي بالنظام ده. اهي من جوه قشطه وكل حاجه قشطه فيها. فانا حبيت اوريكم يا بنات اللي بتتعلموا، واللي ما بيعرفش يعمل يتعلم، مش عيب. بيفضل الواحد طول ما هو عايش بيتعلم، الواحد طول ما هو عايش بيتعلم. فانا ما عرفت، ما كنتش عارف تربيه تنظيف الحمام ده الا ما ربيته، الا ما ربيته وعرفته. فانا حبيت اوريكم بردك عشان تشوفوه بالمنظر ده اهو. ويا رب يعجبكم يا حبايبي، ويكون فيديو خفيف عليكم كده يا رب، ويصلح حالكم كلكم. واعملوا له شير، اعملوا لي اعملوا اشتراك ولايك. طبعا اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك وشجعونا على حيث ان القناه تكبر بكم. وكل سنه وانتم طيبين وتعودوا عليكم بخير يا رب. واقول لكم متشكره 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 جدا بردك كل اللي بيعملوا اشتراكات. وبص يا حبايبي الليمون اهو عشان تعرفوا، يعني بردك تحط ليمون اعلم ومش خل. الليمون بيمنع الزفار عن الخل، لكن الخل بيكتم، الخل ما بيريحش الزفار. لكن انت تيجي تاكل الحاجه تلاقيها نضيفه. الليمون اللي كنت قايل لكم عليه اللي هو كريم 5 جنيه، قشر سفندي ماشي، قشر برتقال ماشي، بنفس النظام ده يا حبايبي. وتنقعوه بقى شويه، بعد كده تروح بقى مكيساه وحطاه في الفريزر، تنشفيه بقى تصفيه كده، وتروحي بقى ايه طبعا تصفي كده شويه من الميه، ما تخليش ميه فيه، وتروحي مكيساه وحطاه في الفريزر. يعني جايباه قبل رمضان مثلا باسبوعين، قبل رمضان بشهر، بتعملي كده. يا وعندك وبتحوشي طبعا من السطح، يا انت مربيه في السطح وبتحوشي، اللي بيجي بتعملي بقى، بتعملي 2 في 2 كده في كيس وتحطيه لغايه ما بيجيلك مثلا العدد اللي انت عاوزاه، بتروحي مطلعاه وعاملاه. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.